اعدادي، السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة دايما. النهارده ان شاء الله انا بحل معاك جرامر على present continuous unit 3. انا بحل من كتاب جيم page 122 صفحة رقم 122 كتاب جيم. يلا خلينا نبدأ. بسم الله. They all travel to Europe next week for their holiday. هم هيسافروا لأوروبا الأسبوع الجاي أجازة. طيب ده إيه يا مستر؟ ده اسمه ترتيب، لأن اللخبطة بتيجي في إيه؟ كله فاكر إن present continuous بيتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي فقط، ولكن ممكن يتكلم على ترتيب هيحصل الأسبوع الجاي، سفريات، خروجات. ده الترتيب. يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ هتبقى traveling. خلاص كده تمام. يبقى traveling زودت لها ing عشان r، زودت لها ing عشان ايه؟ عشان r. خلاص كده تمام. ده اسمه مضارع مستمر. اللي بعديها the students يعني الطلاب is taking a quiz is taking أنا آسف is taking a quiz in the classroom tomorrow بكرة. فالإجابة تبقى إيه؟ the students are taking a quiz in the classroom tomorrow يعني ايه؟ tomorrow يعني بكرة. خلاص كده تمام. طيب ده ايه يا مستر؟ ده ترتيب لشيء. طبعا ده present continuous، students دول طلاب، فيبقى عشان كده انا قلت ايه؟ are. اللي بعديها نمبر 3 we not work next week we're traveling to Paris. احنا هنسافر لباريس. فبيقول له احنا مش هنشتغل الاسبوع دوت لان احنا مسافرين ايه؟ مسافرين باريس. فالإجابة تبقى إيه يا مستر؟ الإجابة تبقى are not working. ركز في الحتة ديت وركز في نقطة تانية. هو كاتب لك not فلازم تكتب not. خلاص كده تمام. طيب اللي بعديها what you doing tonight الليلة. إيه اللي أنت بتعمله النهاردة بالليل؟ أكيد ده ترتيب لفعل انت هتعمله. فطبعا ده present continuous، عندك ing يبقى لازم اكتب are وارتب السؤال are you doing. ادي كده ترتيب السؤال صح. what are you doing tonight. طيب اللي بعديها بسم الله I go to the park tomorrow I've booked the tickets. ده انا حجزت الايه؟ التيكتس ديت. يبقى هقوم قايل ايه؟ انا رايح للبارك بكره. بص حجزت التيكت، يبقى ده ترتيب لشيء. لسه قايل اهو الترتيب لشيء ده بيبقى ايه يا مستر؟ present continuous. فهقوم قايل ايه؟ I am going. ايه يا مستر؟ going. يبقى I am going to the park tomorrow I have booked the tickets. اللي بعديها we can't visit you. احنا مش هنعرف نزورك بصراحة. ليه؟ لأن احنا عندنا بيكنيك، عندنا رحلة، نزهة، خروجة next week الأسبوع الجاي. نفس الفكرة، ترتيب لشيء. احنا رتبنا لخروجة. مادام ترتيب لخروجة يبقى present continuous، يبقى are having. وخلي بالك من جزئية، مادام الفيرب آخره إيه عشان تحط ing شيل الإي. تاني، مادام الفيرب آخره إيه عشان تحط ing شيل الإي. خلاص كده تمام. اللي بعديها she visit her grandma. هي هتزور جدتها next Saturday الأسبوع الجاي اللي هو يوم السبت. she phoned her. هي اتصل بيها ورتبت دوت أهو ترتيب لشيء. فبالتالي هقول مادام رتبت لدوت لخروجة، لحفلة، لمقابلة، لزيارة، يبقى طبعا present continuous. فهقوم قايل ايه؟ is visiting. اللي بعديها number 8 where are they go this weekend. طبعا الإجابة هقولها ازاي؟ هحط طبعا going، هحط لها ing عشان عندي are. ركز في الجزئيات دي لأن الجزئيات مهمة جدا جدا جدا. اللي بعديها my dad بابايا fly to New York tomorrow he has booked the tickets. حجز التذكرة ورتب لكل شيء، ترتيب لكل شيء. فبالتالي is flying. بالتالي is ايه يا مستر؟ flying. طيب I clean my room after lunch. أنا بنظف الغرفة بتاعتي بعد الغداء. I have arranged. أهي كتبها لك بقى المرة دي صراحة. أنا كنت على طول أقول لك ده اسمه ترتيب، لا هو هنا كتبها لك arranged ده ترتيب. يبقى ده مضارع إيه يا مستر؟ مضارع مستمر. يبقى الإجابة تبقى am cleaning.
I am cleaning my room after إيه؟ after lunch. أنا بنظف الغرفة بتاعتي بعد الغداء. طيب my brother أخويا not stay home tonight الليلة. He's meeting his friends in the afternoon. هو هيقابل هو مش هيقعد في البيت النهاردة بالليل لأن هو عنده مقابلة مع أصحابه. بالمناسبة الميتنج ده ترتيب، فده من المضارع المستمر. الميتنج من الترتيب، يبقى هقوم قايل isn't staying. خلاص كده تمام. My mom is helping me make a cake tomorrow. مامتي ساعدتني بصراحة إن أنا أعمل كيكة لبكرة. يبقى طبعا هتبقى helping ing. ليه حطيت ing؟ عشان عندي is. ليه حطيت ing؟ عشان عندي is. طيب I leave tomorrow أنا هغادر بكرة. I have bought my train ticket. ده أنا إيه؟ اشتريت الترين تيكت بتاعتي. يبقى أنا رتبت ده أهو، رتب لفعل شيء، فالإجابة تبقى إيه؟ am leaving. am إيه يا مستر؟ leaving. طيب اللي بعديها بسم الله 14 we get married next July. إحنا هنتجوز الأسبوع قصدي شهر 7 اللي جاي. we have invited our friends. وإحنا عزمنا مين؟ أصدقائنا. فالإجابة هتبقى are getting. طب ليه يا مستر are getting؟ لأنه رتب لحفل زفاف. طيب نهى meet her old friends next week. نهى هتقابل صحابها الأسبوع اللي جاي. it's arranged. حتى لو ما كتبش it's arranged ده ترتيب، أنا لسه قايل لك الميتنج أهو، هيكتبها لك هنا الميتنج ده ترتيب، وهنا هتقابل her old friends، فبالتالي ده ترتيب. يبقى نهى إيه؟ is meeting. نهى is إيه؟ is meeting. look my new friend. بص أخويا أو صديقي، أنا آسف my new friend صديقي coming over there جاي هناك أهو. يبقى الإجابة تبقى إيه؟ is coming. اللي بعديها we build a new house next month. we have arranged everything. إحنا رتبنا لكل شيء. يبقى بالتالي we إيه؟ we are building. إحنا بنبني a new house، بنبني بيت جديد. we have arranged everything. إحنا رتبنا لكل شيء. خلاص كده تمام. اللي بعديها number 18 we are start a new project. إحنا هنبدأ مشروع جديد next Sunday. it's arranged. كل شيء اترتب له. يبقى we are إيه؟ we are starting. خلاص بقى المفروض نكون حفظنا ده ترتيب لشيء، يبقى إيه؟ new project. اللي بعديها number 19 where you go at the present. where أين أنت تذهب at the present يعني now دلوقتي. أنت رايح فين دلوقتي؟ يبقى هقول له إيه؟ ده طبعا ده مضارع مستمر. are you going. طيب أنس not play tennis now. he is doing his homework. homework. فهو قايل أنس إيه؟ أنس مش بيلعب تنس دلوقتي، ده بيعمل الواجب بتاعه دلوقتي. طبعا ده مضارع مستمر، يبقى isn't playing هو مش بيلعب دلوقتي. he is doing his homework، ده هو بيعمل الواجب إيه؟ بتاعه. كده الحمد لله أنا راجعت معاكم خطوات البريزنت كونتينيوس. درس لذيذ جدا وسهل، يا رب تكونوا فهمتوه. بيركز على إيه؟ بيتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي أو حاجة بتحصل في المستقبل، ترتيب لشيء، بكرة، بعده، مقابلة، الكلام ده كله. استنوني إن شاء الله في حل الكلمات بإذن الرحمن. سلام عليكم.